النهارده كانت الجلسة التانية والأخيرة في قضية خطف البنات من الأسانسير، القضية البشعة اللي شفنا تشكيل عصابي دخل ضرب البنات بعنف، والبنات كانت بتقاوم وخدرهم، وواحد بيفعص في جسم البنات وبيشلحهم، ودي أصلا قضايا بنسميها هتك عرض كمان. لكن فوجئنا إن النيابة أحالت بتهمة بسيطة جدا، وهي عدم تسليم، لأن واحد فيهم أب، والحقيقة دي تهمة تنطبق على واحد واخد العيال بآيس كريم. إنما إحنا قدام حاجة حتى فيها تناقض من النيابه نفسه. ازاي مبلغه الانتربول انها تسلم وفي نفس الوقت احنا يعني ما تنزلش جنايه؟ اصلا الانتربول هيرد عليكم ليه؟ اصلا قواعد الانتربول مش هيرد غير لو جنايه، فاحنا اصرينا على انها جنايه. الاب ادعى ان عنده احكام من السعوديه وكلها خطا، وكلها كان تدليس على المحكمه، لانه الاحكام اللي خدها من السعوديه اترفض تسجيلها هنا، وبالتالي ما ينفعش ينفذها، وحتى لو سليمه ما ينفعش يجيب تشكيل عصابي ينفذ بيه بالطريقه دي.